اهلا بيكم مع قناة مع القلاية الهوائية. النهاردة هنتكلم عن القلاية الهوائية فيليبس، الموديل اللي نازل جديد بنافذة شفافة من تحت. هنعرف مع بعض رقم الموديل ومعلومات عنها، وهنعمل ليها انبوكسنج مع بعض، وهنعرف محتويات البوكس من جوه، وهنعرف ازاي كمان نتأكد اذا كانت اصلية او لا. اول خطوة خالص قبل ما تفتحي الكرتونة تبص عليها من بره تشوفيها مبهدلة او لا، تشوفي برضو اذا كانت الكرتونة متغلفة او لا. تاني نقطة هتتأكدي ان دي فعلا كرتونة القلاية نفسها زي ما موجود عندي في الفيديو. دي كرتونة القلاية بتاع الموديل ده. دي شكلها طبعا الموديل مختلف عن الموديلات اللي قبل كده. بالنسبه للموديلات اللي موجوده في مصر ليها ضمان، فهتتاكدي ان الضمان موجود على الكرتونه. ثالث نقطه ودي الاهم، وده كله قبل ما تفتحي الكرتونه، ان انت تتاكدي من رقم الموديل ومواصفات القلايه. طب انا هعرفها ازاي؟ بتبقى موجوده على الكرتونه مكتوب عليها. هتلفي الكرتونه هتلاقي الجزء ده كده، اللي هو الجزء ده موجود عليه كل تفاصيل الموديل ده. يعني انا عندي الموديل ده رقمه ان ايه 230/00. هتلاقي كمان مكتوب عليها الوات 1700 واط، والفولت 220 على 230 فولت. هنا برضو هتلاقي الهرتز مكتوب عليها، يا اما 60 هرتز يا اما 50 هرتز يا اما 50 على 60 هرتز. كل دي حاجات بتاكد لي قبل ما افتح الكرتونه اذا كانت الموديل ده اصلي او لا. يبقى من الكرتونه ورقم الموديل ومواصفات القلايه، الكيو ار كود، الباركود. لو حابه تعملي ليهم سكان ممكن تعملي عشان برضو تتاكدي اذا كانت اصليه او لا. لو مش موجود الكيو ار كود ده مش لازم، مش شرط خالص عشان تكون القلايه اصليه او لا، لان الكيو ار كود خاص بدول الخليج فقط. يعني لو انا طالبه القلايه من مصر ممكن ما يكونش عليها الكيو ار كود ده. وهنا انا هبدا اعمل سكان للكيو ار كود الموجود على كرتونه القلايه من بره. انا هستخدم جوجل لين الموجود في الموبايل بتاعي في الصور. هضغط على الصور وبعدين اضغط على علامه الجوجل لين الموجوده جنب الكاميرا. هو هيعمل سكان تلقائي للكود. اول ما يقراه هيفتح لي اللينك اللي ظهر معانا على الشاشه ده. انا هضغط عليه. ظهر معايا في الاول خالص في بدايه الصفحه اشاره مطابقه الخليج وكل معلومات القلايه، كل المواصفات وكل حاجه، الفولت والهرتز والوات وصور القلايه وكل معلومات القلايه ظهرت معايا. فكده بالنسبه لي انا كده متاكده ان القلايه اصليه 100%. اول ما تفتحي البوكس من جوه هتلاقي فيه ويلكم انترو وكيو ار كود، وفي لينك تحته هنعمل سكان للكيو ار كود ده عشان نعرف هو هيدخلنا على معلومات ايه. انا هستخدم جوجل لين الموجود في كاميرا الموبايل. هظبط على الكيو ار كود. اول ما هيقراه، هو بيقراه تلقائي، اول ما هيقراه هيدخلني على لينك. اللينك ده اسمه هوم اي دي، عليه كل معلومات القلايه، رقم الموديل وصور القلايه ودليل المستخدم وكل معلومات القلايه وازاي تنزلي التطبيق من جوجل بلاي. اول ما نفتح الكرتونه نلاقي القلايه نفسها مغلفه بغلاف خارجي. من محتويات العلبه القلايه نفسها ومعاها كمان الضمان. هتلاقي الضمان بالشكل ده ضمان القلايه فيليبس. ده دليل المستخدم للقلايه او للموديل ده اللي رقمه NA 230، وكمان الموديل اللي رقمه NA 231. الاثنين نفس الكتالوج بالظبط لان الاثنين نفس القلايه. بعد ما عرفنا ايه اللي داخل العلبه هنشيل بقى المحتويات دي على جنب. هنا بقى شفنا شكل القلايه نفسها. في نقطه بقى مهمه برضو عشان نتاكد اذا كانت اصليه او لا، هنقارن شكلها بشكل الموديل اللي موجود على موقع قلايه فيليبس. دي النقطه بتعرفي منها اذا كانت القلايه دي اصليه او لا. بعد ما اتاكدتي ان هي اصليه بقى تبداي بقى تشيلي الاستيكرات اللي موجوده على القلايه. هتبداي تشيلي بقى الاستيكر اللي على الشاشه الديجيتال دي. بعد كده بقى هنبدا نشيل الاستيكرز اللي على القلايه. لو في على الحله هتشيليها، لو في الجوانب هتتاكدي ان مش موجود اي استيكر او لزقه على الدرج. والنقطه دي مهمه جدا، لازم نشيل الاستيكرز لان مع الاستخدام والسخونه بيلزق في القلايه وبيخلي شكلها وحش وما بيطلعش بعد كده بسهوله. نيجي بقى لخطوه فتح الدرج عشان نتاكد من شكل القلايه من جوه. طريقه فتح الدرج ان انت بتشدي الدرج لبره ناحيه بره بالشكل ده وتشديه بكل حرص، هيطلع معاكي بكل سهوله. ده شكل الدرج من جوه. دي شبكه القلايه نوعها تيفال بنظام الشبكه المنفصله. ميزتها ان هي بتستغل كل مساحه الدرج وتنظيفها اسهل من الشبكه العاديه. ازاي نرفع بقى الشبكه؟ في هنا عندي 4 فتحات، بتحطي صباعك فيهم كده وترفعيها لفوق بالشكل ده. بتترفع معاكي بكل سهوله. هي في الاول بس بتبقى صعبه شويه، بس بعد كده بتترفع بكل سهوله. ده شكل الشبكه بالكامل. هنلاحظ هنا وجود قطع سيليكون في الجوانب، وجودها مهم جدا، ما بتتشالش، بتفضل موجوده في الشبكه نفسها. ده شكل القطع السيليكون، ده شكلها اهي في الجوانب. وجود القطعه دي مهم ليه؟ لان هي بترفع عن طريق الجزء ده كده، بترفع الشبكه لفوق عشان يكون في تصفيه دهون تحتها، وكمان عشان يبقى في مساحه كافيه لتصفيه الدهون، او بتمنع احتكاك الشبكه دي بالحل. دي بقى حله القلايه او ممكن نقول عليها الدرج. هنلاحظ وجود علامه نجم البحر داخل القلايه او في قاع الحله نفسها. وظيفتها ان هي بتخلي الهواء الساخن يتوزع اسرع جميع انحاء القلايه، لان هي بتعمل كده حاجه زي الدوار، فبتخلي الهواء يتوزع اسرع وكمان يتوزع بشكل متساوي داخل القلايه. وهنلاحظ برضو هنا علامه الماكس، ده المستوى الاعلى للطعام.
وهنا علامة الماكس برضو هنلاقي المستوى الأدنى للطعام، يعني ليها مستويين، مستوى أعلى ومستوى أدنى. وكمان دي النافذة الشفافة ميزتها ان هي بتخليكي تلاحظي مدى تسوية الطعام بدون ما تفتحي الدرج او تخلعيه وتفكيه كل شوية. نوع النافذة الشفافة ده اكليريك، دي شكلها من جوه. بعد كده هتتأكدي ان الحلة ما فيهاش اي خدوش من الداخل ومن الجوانب، من جوه ومن بره ومن تحت القلاية نفسها. وكمان هتتأكدي ان الشبكة نفسها ما فيهاش اي خدوش من فوق ومن تحت. هنبدأ بقى نركب الشبكة تاني. تركيبها بكل سهولة، هنمسك برضو ايدينا من الفتحات دي، هنظبط الشبكة داخل الحلة وندفعها اللي اسفل، هنلاقيها اتركبت معانا بكل سهولة. وفي كمان نقطة مهمة، هنلاحظ ان الشبكة نفسها بتتحرك في اي مستوى، يعني ممكن اظبط الشبكة على المستوى ده زي ما انا عايزة، ممكن اظبطها لتحت زي ما انا عايزة واسيبها، ممكن اظبطها لفوق. وهنا هنلاحظ ان الدرج والشبكه مربعه الشكل ونوع الخامه بتاعتهم تيفال، فلازم تتعاملي معاهم بحرص جدا، تعامليهم معامله التيفال وتكوني واخده بالك وانت بتدخلي الشبكه او بترفعيها لفوق، وتخلي بالك من الدرج وانت بتركبيه او تخلعيه من القلايه. لازم تكوني حريصه معاهم عشان ما يحصلش اي خدش في القلايه او في الشبكه والدرج نفسه. بعد كده هتتاكدي من الجسم الداخلي للقلايه اللي هو ده. هتتاكدي بقى من ايه؟ من المروحه ان هي تمام، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي خلع او ما فيش اي مسمار مخلوع. هتتاكدي برضو ان السخان في مكانه والمروحه سليمه بالنظر كده من بعيد. وهتتاكدي من لمبه القلايه نفسها موجوده ورا السخان، هتتاكدي ان هي متركبه مظبوط. هنيجي بقى لنقطه ازاي ندخل الدرج تاني داخل القلايه. هنلاحظ وجود هنا مجرى هنا ومجرى هنا، هنحاول نظبط الدرج عليهم بالشكل ده ونضغط بايدينا كده، هيتركب بكل سهوله. ولازم يبقى فيه صوت التكه اللي احنا سمعناها من شويه دي، يبقى كده هنلاقي ان الدرج متركب مظبوط، ما فيهوش اي فرق لا هنا ولا هنا، كده الدرج اتركب مظبوط. لان لو لقينا مسافه هنا ما بين الدرج والجسم القلايه نفسه، فكده معناها ان الدرج مش متركب بشكل سليم. وهنا ده ظهر القلايه، هنلاحظ وجود فتحات تهويه من الخلف بيخرج منها الهواء الساخن لتهويه القلايه اثناء التشغيل، فلازم تكوني حذره جدا لان الهواء بيطلع منها سخن جدا، فلازم تسيبي مسافه امنه بينها وما بين الحائط او اي حاجه خلفها. اي حاجه ممكن تتاثر بالحراره او السخونه ما تحطيهاش ورا القلايه. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، وهي انا احط القلايه فين. لازم تامني مكان كويس ليها بعيد عن اي مصدر للحراره، وتخلي بالك تبعديها شويه عن البوتاجاز عشان الجسم الخارجي للقلايه بلاستيك فبيتاثر بالحراره الخارجيه زي حراره البوتاجاز كده. وتحاولي تامني ليها مكان مفتوح مش مغلق، وتبعديها عن مصدر الحراره واي جهاز كهربائي اخر، وكمان عن اي مصدر للميه. وكمان لازم تسيبي مسافة آمنة ما بين القلاية والحيطة اللي وراها وأي جهاز كهربائي تاني، لازم تكون مسافة مش أقل من 20 سنتي. كمان القلاية نفسها موجود عليها ستيكر من تحت، بنقلب القلاية من تحت بالشكل ده هنلاقي وجود الستيكر ده عليه كل بيانات ومواصفات القلاية، اللي يبقى كده مواصفات القلاية موجودة على القلاية نفسها من تحت وكمان موجود على الكرتونه من بره. هنطابق الاثنين ببعض عشان نثبت ان هي اصليه، لازم يكونوا متطابقين، اللي على الكرتونه واللي على القلايه متطابقين تماما. هتعملي سكان للكيو ار كود ده عن طريق ابلكيشن بتنزليه، وهنا انا هعمل سكان للكيو ار كود اللي موجود على القلايه نفسها من تحت. انا هستخدم برضو جوجل لين. اول ما هيقرا الكيو ار كود ده هيديني لينك هضغط عليه كده، هيديني إشارة مطابقة الخليج وعليه كل معلومات القلاية والمواصفات بتاعتها. وكل معلومات القلاية دي أنا قارنتها بالمعلومات التانية اللي احنا قريناها، نفس الصفحة دي بالظبط اللي احنا قريناها من الكيو ار كود الموجود على الكرتونة من بره، هي نفس المعلومات بالظبط، هي نفس الصفحة بالظبط. فكده أنا متأكدة 100% إن القلاية هي نفسها أصلية، وإن هي نفسها اللي موجودة في العلبة هي نفسها اللي جايالي أصلية بالكرتونة بكل معلومات القلاية. تعالوا بقى نتكلم على الشاشة الرقمية نفسها للقلاية. هي دي الشاشة، بيظهر عليها البرامج وبيظهر عليها درجات الحراره والوقت. هنا ده زر التشغيل للقلايه نفسها او زر الباور، بتضغطي عليه القلايه بتشتغل. وهنا ده زرار تشغيل البرامج، تقدري توقفي او تشغلي البرنامج منه. وهنا دي علامه التايمر، وهنا دي علامه درجات الحراره، وهنا برنامج حفظ السخونه، وهنا ده زر الاضاءه. وبتقدري تقللي او تزودي الوقت والحراره عن طريق السهم ده، لفوق بتزوديه ومن تحت بتقلليه. هنيجي بقى خطوه تشغيل القلايه. قبل ما نشغلها هنشوف الفيشه. لو انا عندي الفيشه ثلاثي هنحتاج محول من ثلاثي الى ثنائي، ويكون نوع مش اقل من 16 امبير ونوع نظيف. انا برشح نوع اي لوك او نوع فينوس، من ممكن تشتريه من عربيه فينوس لان الانواع دي هي اللي بتتحمل شغل القلايه. بعد كده هتقري الكتالوج كويس جدا وتقري تعليمات التشغيل وتطبقيها، لان في تعليمات تشغيل قبل تشغيل القلايه لاول مره لازم تنفذيها.
كده اتأكدنا ان كل حاجة تمام، ان اتأكدنا ان الكرتونة اصلية، وان محتويات العلبة موجودة، وان الجسم القلاية نفسه سليم ما فيهوش اي مشاكل، وان الدرج متركب بشكل سليم. واتأكدنا كمان ان داخل القلاية سليم ما فيهوش اي حاجة، وان جسم القلاية الخارجي نفسه ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي كسر او اي خدوش او اي حاجة، وان الشبكة والحلة نفسهم ما فيهوش اي خدش او اي جرح، وان المروحه والسخان للقلايه سليم وفي مكانهم مظبوط، مفيش اي مسمار مفكوك. واتاكدنا كمان من وجود الضمان للقلايه، وكمان الكتالوج وقريناه كويس وعرفنا ايه هي تعليمات التشغيل. هنيجي بقى لحظه تشغيل القلايه نفسها. اول ما نحط الفيشه في الكهرباء هنلاقي شاشه ديجيتال بتنور، ده دليل على توصيل الكهرباء بشكل سليم للقلايه. كده وصلنا القلايه بالكهرباء. انتظروني بقى في فيديو تاني لطريقه تشغيل القلايه نفسها، وازاي نتعامل مع البرامج، وازاي نعمل تعليمات التشغيل او الاختبار الاولي للقلايه، او ازاي نختبر القلايه قبل ما نشغلها لاول مره.